والسبب ماشي هو الازمه، السيستيم تبدل والنسخه القديمه ديالك صاحبي راه ما بقاتش خدامه. واش حساب ليك باللي قرايتك غيعيشك غدا؟ اكبر غلط كيديروه الناس دابا هو كيسحب ليهم العالم غيرجع كما كان من قبل، والحقيقه هي تران ديال العالم غادي بسرعه جنونيه وانت واقف في المحطه كتساين. المعادله تبدلات والقواعد اللي كبرنا عليها ماتت. الا كنتي باقي كتفكر بالعقليه ديال هذه 5 سنين راه عقلك حابس في الماضي. واسمح لي، كاين واحد الانقراض صامت خدام دابا في هذه اللحظه كيطحن في الطبقه المتوسطه، والسبب ماشي هو الازمه، السبب هو واحد الفيروس مخبع وسط دماغك. هاد الفيروس سميتو الفخ الوهمي. كتسنى الصالير كل شهر وكتسنى الوقت تبدل، ولكن العالم ما بقاش فيه الامان. العالم دابا فيه مرونة رقمية. الذكاء الاصطناعي ماشي جاي يدي خدمتك، جاي ياخد البلاصة ديال اي واحد عقله حابس. منين كتدخل لمواقع التواصل الاجتماعي وكتضيع 3 ديال السوايع في الضحك، خاصك تعرف الشركات الكبار كتصنع منك ثروة. انت ما بقيتيش مستهلك، انت وليتي هو السلعة. شحال من واحد كيقول لي اوديع الوقت صعابت، وانا كنقول لهم في هاد القناة فكرة وديع الوقت ما صعابتش، الوقت طورات وانت اللي بقيتي في بلاصتك. كيفاش تخرج من هاد الفخ؟ خاصك دير واحد العملية جراحية لدماغك وسموها الخبراء الاختراق الذهني. سموها الخبراء هندسة عكسية للأفكار. خاصك تمسح كاع داكشي اللي تعلمتيه على كيفاش كيتصنعوا الفلوس. اليوم الأغنياء الجداد ما عندهمش معمل وما عندهمش أي شركات بالحيوط، عندهم أصول لا مرئية، فكرة ومهارة نادرة وقاعدة جماهيرية. إلى عقلك باقي حابس غير في خاصني رأس مال كبير باش عاد نبدا، راه كتكذب على راسك. رأس مال ديالك اليوم هو الانتباه ديالك، والوقت اللي كتضيعه في التليفون يمكن لك تحوله للماكينة ديال الكاش. تعلم شي مهارة عليها الطلب دابا، ولكن كاين واحد الحاجز نفسي خطير هو اللي حابس 99%